العشم، ابو العشم مات. طبعا كلنا بعد ما شفنا الفيديو او الاستخفاف اللي حصل من ياسمين صبري مع محمد رمضان، هي ايه اللي دفع ياسمين صبري انها تهزر مع محمد رمضان وتقول له مبروك على البرنامج يا ابني، او زي ما شفنا في الفيديو ان هو بيسلم عليها في السحور اللي هم كانوا عاملينه. فكانت النتيجه ان هي بعد ما سلمت عليه بتقول له مبروك يا ابني على البرنامج، فقال لها ايه يا ابني انت مجنونه. فطبعا ياسمين صبري لما بتتكلم بنسبه كبيره خلينا نحسن الظن بيها، مش زي ما محمد بيتعامل مع جميع الفنانين او الوسط بتاعه، ان هي نقول ان هي كانت بتهزر معاه او واخدها العشم زي ما انا قلت في بدايه الفيديو. لان اصلا ياسمين صبري هي مش اول مره تتعامل مع محمد رمضان، ولا ان هم ما مثلوش مع بعض وعاملين يعني مسلسل وفيلم، يعني مسلسل زي الاسطوره وعاملين فيلم زي الديزل. فاكيد الوشوش اتلاقت كتير، واكيد كان في كلام، واكيد كان في اريحيه في التعامل. فمعنى ان هي تيجي في السحور وتقول له مبروك يا ابني على البرنامج ويبدا هو يقفش عليها. محمد رمضان لما بيتعامل مع الناس اللي هم الناس العاديه او الجمهور بتاعه، هو بيحاول يكون حد بسيط. وكلنا شفنا مدفع رمضان وهو بينزل وسط الناس وتلاقيه بيتعامل مع الناس البسيطه، لانه هو بيحاول يوصل ليهم وبيوصل للناس اللي بيشوفوه ان انا ابن بلد، ان انا ما بتكبرش على الناس اللي هم عملوني. ودي حاجه تحسب ليه، لانه في غيره اصلا انت ممكن تكاد تكون ما بتشوفوش. فهو معنى انه ينزل وسط الناس وبيعمل الشو اللي هو بيعمله، هو كده كده ده راجع عليه. فهو بينه وبين الناس بيحاول يكون حد بسيط، عكس لما بيتعامل مع حد من الناس اللي هم الوسط بتاعه، لا بتبقى مراخينه فوق. ودي مش اول تاتش بينه يحصل بينه وبين اي فنان. يعني برضو شفنا لما هاني رمزي قال رمضان وهو بيسلمه الجايزه قال له محمد رمضان، اللي هي فكره انا ما حدش هيستقل بيا بعد كده تاني، او مش هيحصل معايا اللي حصل في اول مشوار الفني، او ان الناس تشوفني بسيط، او ان انا ما استاهلش فرصه. لا انا دلوقتي نجم، ودلوقتي انا نمبر 1. فبيتعامل بالاسلوب ده. فطبعا ياسمين صبري لما اتكلمت معاه بالطريقه دي، زي ما قلت هو العشم. واللي انا بقوله في الفيديو ده، ما تتعشمش في حد. ان انت تتعامل مع الناس وتجعل بينك وبينهم مسافات في التعامل، ده انت اللي هتكون مستفيد منه مش الناس. لان انت لما بتتباسط في الكلام او بتتباسط في الحديث مع الناس، اول حد يعني هيتم الضرر بيه او هيتضرر من المسألة دي هو انت، مش حد تاني. لما تبدأ تتكلم الناس بعفوية او بتتكلم بالناس بالتساهل، فانت هتلاقي اللي قدامك بالعربي كده وبالعامية بياخد عليك، تلاقيه زي ما شفناها كده اتعشمت. لا ما تتعشمش في حد، اتعشم في الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي انت تتعشم فيه، وما تنتظرش حاجة من حد. لكن فكرة ان انا عشان زميلي في العمل او قريبي او ايا كان العلاقة الانسانية اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك تخليك تتعشم فيه فتتباسط في الكلام، انت ما تضمنش اللي قدام منك ده بيكون ليك ايه، او بيتعامل معاك ازاي، او ممكن يا ترى يعني هينولك اللي انت عايزه ولا هيكسفك. زي ما كلمة العشم كده في اللغة العربية بيقول لك الأمل أو الرجاء، إن أنت بتأمل في اللي قدامك أو بترجو منه الحاجة اللي أنت بتطلبها أو بتتكلم معاه فيها. فمسألة إن أنت ياسمين صبري لما اتكلمت هي بتتكلم من باب العشم. ده زميلي واشتغلنا مع بعض، عاملين قبل كده واحد مسلسل تلفزيوني والتاني فيلم، فمفيش مشكلة إن أنا أطلع وأهزر. يعني انا بقول لك انا هاحسن الظن بيها ان هي واحده كانت بتهزر، يعني بتتبسط في الكلام، ان هي ايه المشكله يعني مبروك يا ابني وبتاع، بتتعامل بطريقتها وان هي بتكلم حد عادي. يعني محمد رمضان لا، مش هيدي الفرصه ان حد يعاملني عادي، لان هو عنده احساس ان انا انتوا مش شايفيني استاهل اللي انا فيه، انتوا مش شايفيني شخص ناجح بالقدر الكافي، او شايفيني متعالي. انا هبقى متعالي، اي حد هيكلمني بطريقه مش هتعجبني هديله فوق دماغه واذا كان عاجبه. فانا بقول لك في الفيديو ده ما تتعشمش في حد، اعشم في الله سبحانه وتعالى، ما تتبسطش مع حد في الكلام ولا في طريقتك في التعامل، لان انت الاول وفي الاخر انت الشخص اللي هتتضرر من ده.